الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فقرة الكوتش على قناة القضارف سكور. معانا كوتش حمزة محمد اللمين. البطاقة التعريفية يا كوتش. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، حمزة محمد اللمين، مؤمن، مدرب فريق المطار من حي المطار. أشكر قناة قضارف سكور على الاستضافة. الصفحة اللي حاليا عاملة رواج كبير على مستوى القضارف وبتقدم محتويات جميلة جدا جدا. نتمنى للأستاذ جني إنه مزيد من التوفيق والسداد إن شاء الله. شكرا لك الكوتش حمزة. عندنا كم سؤال في الفقرة حنسألهم إن شاء الله وجاوب لنا بكل صراحة زي ما قال إن شاء الله. تفضل. كويس. السؤال الأول، من وجهة نظرك الأنسب لقيادة سفينة الناشئين؟ سؤال مفخخ لكن هجاوب لك عليه. أول حاجة الأنسب هي حاليا الاتحاد بتاع الناشئين يقوده سعيد آدم أحمد أقجي، وفي معاونته كوكبة من الشباب، أشرف صوباجي وبشير يوسف الحاج والشخص الضعيف وغيز عمر حمدان وعثمان ديلو. مجلس يتكون في ظروف صعبة، يتكون في ظروف حالة أيام سقوط المؤتمر الوطني، إبان الثورة. قد يكون ما لقى الدعم الكافي من الولاية أو الوزارة، ولأسباب قد تكون أسباب لحرب أو أسباب حكومية. وحاليا في ظروف الحرب برضه قد نكون ما بنقدر نحكم على العمل بتاعهم. هم مجتهدين وتوقف النشاط وكذا. الأنسب لقيادة الناشئين والله هو أنا من وجهة نظري أنا إنه يجددوا الثقة في المكتب الحالي، لأنه قدم. لو رجعت لورا إنه كان في بطولة عملوها بتاعت النخبة قبل انطلاقة البطولة، تم توزيع عدد 12 ولا 14 ست لكل نادي مشارك قبل انطلاقة البطولة، وفي ختام البطولة قدموا عدد 2 ست للأول والثاني. يعني كان في حراك وفي دعم للناشئين. المجلس أو المجلس بتاع الاتحاد كان وجد دعم من جهات، ما من الحكومة، من جهات، من أشخاص. راعي حاج متولي كان راعى بطولة وسعوا في البطولة اللي بعدها إنه يلقوا راعي، وكان في شراكة بين الوزارة، الوزير علاء الدين زنقة، ولظروف قدم استقالته. المجلس بقى على ما هو عليه حتى الآن لم يجد الدعم الكافي. كلام جميل. انت وجهة نظرك انه الناس تجدد الثقة في نفس المجلس؟ الناس تجدد الثقة في نفس المجلس وتلتف حول المجلس وتكون قريبة منه، لأنه في الأول والأخير الهدف إنه تطوير الناشئين. أنت لما تجيب زول جديد، يعني زول حيجيك بمكتب جديد وبأفكار جديدة وبرؤى جديدة عشان يعني يرجع تاني ويرجع الناشئين. ترجع أنت من نقطة الصفر وحتبدأ تاني لنقطة الانطلاقة، والناشئين بحرروها هلا. الله. انت في سؤال قد يكون ما سالتني له، موجود هنا الروابط برضه اللي بيقودوا الليله. الروابط هم من صلب الناشئين، من انديه الناشئين، واللي بيقودوا الاتحاد فيهم ناس من انديه الناشئين، فبيخدموا قضيه الناشئين هم الناشئين. كلام جميل شديد. طيب يا كوتش حمزه، في الآونة الأخيرة أغلب الأندية بتاعت الدرجات المختلفة يعني اتجهت لتسجيل أبناء حي المطار. أنتوا كأبناء حي المطار ما فكرتوا في نادي تنافس يلعب على لقب الدوري الأولى، ولا حتى مثلا يشيل مثلا الدوري بتاع الدرجة الأولى وينافس مثلا قوميا وممكن يصعد للممتاز؟ والله نحن في حي المطار عندنا نادي تنافسي، عندنا نادي النيل، والحي كله واقف على النادي. وتقريبا قبل 4-5 سنوات كده النادي كان قريب من الأولى. لعب سنتر ليغا صعود مع نادي المريخ ذهاب وإياب. في الكرة الأولى المريخ تفوق على النيل، الكرة الثانية النيل كان قريب من التفوق، ولكن حصلت أحداث. والفترة الثانية لعب النادي سنتر ليج مع الإصلاح برضه. الكرة الأولى لعب كرة، والكرة الثانية يعني حدث حاجات ما نرجع لها لورا. يعني عندنا النيل، ونحن كشباب في حي المطار وبناشد شباب حي المطار إنه يلتفوا حول المجلس الحالي بتاع النيل. أيوة. إنه يكون خليط ما بين الشباب وما بين الخبرة الموجودين هسه المجلس الحالي، إنه عشان نحن نبني فريق
النيل عشان يبقى عنده اسمه وتاريخه وينافس محتاج لوقفه، ونحن في نادي حي المطار جزء لا يتجزا من النيل. ايوه فعلا. والحمد لله النادي بتاع الناشئين خرج لعيبه كتار على مستوى القباري، وحتى النيل ذاته غزيناه بلعيبه، ويبقى الرافد للنيل ولكل الولايه. احنا ما بنحكر يكون لعيبتنا حكرا على نادي معين، على كل انديه الولايه. الحب يتطرق بابنا لقى مننا كل المعامله ومستعدين نتعامل مع اي نادي، ونحن ورسالتي لكل شباب الحي انهم يلتفوا حول النيل. جميل. كويس يا كوتش. عندك السياسات المتبعة من المسؤولين في اتحاد الناشئين والروابط والمدربين في تكوين اللاعب. هل هناك رسالة من الكوتش حمزة في بريد المسؤولين عن هذه الشريحة المهمة؟ والله أنا رسالتي قد أقولها، وفي ناس قد يصلهم رأس الصوت، وفي ناس حتزعل. المسؤولين من الناشئين في الروابط بالتحديد في تفشي في أندية. يعني ممكن عادي واحد يقصد نادي زي ما بقولوا بالدارج كده يركب معه راس. يعني آخر حاجة شفتوها كانت حصلت قبل فترة، ما بنرجع نذكر، لكن الناس تتلافى المشاكل دي تخط مصلحة الناشئ. لأنه إحنا كان جينا هنا دربنا إنه إحنا قاعدين على شنو؟ إحنا قاعدين إنه نطور الناشئين. التطور يحتاج لتكاتف، التكاتف بيحتاج شنو؟ توحد. يعني أنا كرابطة شمالية مسؤول عن كل فروع الرابطة الشمالية بغض النظر عن الانتماء. أنا تابع لنادي الفلاني ولا النادي، يعني أنا قلت في الهدف الأول إنه أنا عايز أطور القطاع بتاعي، عايز أطور الرابطة بتاعتي، عايز أخرج لاعب سليم، لاعب متعافى. الناشئين الفترة الأخيرة قد يكون كان زمان عندنا الناشئ بيسجل الدرجات من الناشئين للدرجة أولى وثانية وثالثة وبيلعب. هسه حاليا بقت الظاهرة دي قد تكون اختفت. أيوة فعلا. طيب يا كوتش، السبب في تراجع المستوى الفني للاعب الناشئ. من الصعب أن نرى لاعب ناشئ يقتحم أو يشارك مع أندية الدرجة الأولى. لو رجعنا ورا زي ما أنت هسه قلت، يعني في الألفينات تلقى اللاعب الناشئ ممكن مثلا يسجل هلال، موردة، أهلي، ويبدأ يشارك طوالي ويفرض نفسه بقوة. السبب شنو في التراجع؟ فعلا. وأقرب مثال عندك اللاعب داود المندراوي من الناشئين، سجل درجة، اقتحم التشكيلة مباشر، بقى حديث، مشى كسله لف الولايات ورجع القضارف، لعب الموردة أساسي وجل سهم أساسي. عندك اللاعب الطاهر بيلعب في السيول، من الناشئين للسيول لاعب أساسي، في المريخ أساسي، وهسي يعني بيكون كان هداف للدرجة الأولى. الظاهرة دي اختفت، ونحمد الله إنه هسه حاليا الحرب جاتنا بفوائد، وجاتنا هي الحرب ما حبابها، لكن جاتنا بفوائد إنه الآن التسجيلات بتاعت الناشئين كلها بقت ناشئين. يعني أغلب الفرق سجلوا من الناشئين. ايوه فعلا. نعم. ان شاء الله تكون حاجه مفيده للناشئين اللي قدام، ولما الكوره ترجع البلد ان شاء الله نلقاهم هم اللي قاعدين. ونتمنى انه انديه الدرجات ما تجيب على انه دي ظروف حرب وسجلوا وانتهوا على كده، انه يتواصل، انه واللعيبه سجلوهم دي اللي يلعبوهم ويجربوهم. وانا متاكد 90% او 98% من اللعيبه سجلوا اسئله انديه الدرجات هم قادرين انهم يقتحموا التسجيلات التشكيله ويلعبوا اساسيين ويقدموا افضل مستوى. والله ان شاء الله يا اخي. طيب يا كوتش، اوجز في يعني كلمتين 3 4 ما يتعدوا 10 كلمات لاعب المطار نادر. انا دائما كنت بتكلم معه كثير. نادر ده طبعا هو هسه انتم بتشوفوه انه نادر مهاجم. نادر ده بدا معي كان لاعب مدافع من الدفاع، وظفته وامكانياته وسرعته، قلت له يا نادر ممكن تكون مهاجم وليك مستقبل في البلد. وفعلا الواد ما خذ له بقى مهاجم، والان حديث الولايه وسجل للاهلي، والحمد لله مشيت قدرت له اكثر من كوره. انا من عوادي بمشي بحضر للاعب، لكن ده بالذات قلت امشي احضر عليه عشان اجيب على مستواه، وحضرت له اكثر من كوره. يعني بشوف رده فعل الجماهير بيتكلم عنه بطريقه ايجابيه، الاداره بتاعته بتتكلم بصوره ايجابيه، حتى ناس الاهلي الان معي في شراكه وقالوا انهم عايزين اكثر من لاعب. يعني نجاح لاعب بيتيح لك انك انت تسجل اكثر من نفر. تمام كلام. طيب اوجز ثاني برضو الكوتش ابراهيم جنان. الكوتش ابراهيم جنان المرجع والمربي. الكوتش ابراهيم جنان ده ديكشنري الناشئين. يعني اي حاجه غلبتك في الناشئين ترجع لابراهيم جنان. انا بالغ، اكاد بالغ لو قلت لك انه ابراهيم محمود جنان هو السبب. انا بسبب جيت الناشئين
كل كان له فضل انه انا اكون في الناشئين. ايوه هو سجل لي الفريق بتاع الناشئين، كان اسمه بنياس قبل ما أيوة يجيبوا المطار تيم الحي، وقف معانا وما زال لحد اليوم. ابراهيم محمود جزء لا يتجزا من نادي المطار ونادي بنياس، وله منا كل الحب والاحترام أيوة والود، ربنا يطرحه بالعافيه وربنا ان شاء الله. يوفقه. وشايفه رجع تاني لمجال الناشئين عبر فريق الشاطئ، وربنا يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اخر حاجه ممكن الكوتش محمد جعفر مدرب فريق برشلونه الكويت القطاع الجنوبي معك في الرابطه. محمد جعفر من المدربين المجتهدين، مدرب مجتهد. ايوه ومدرب له مكانته، له وزنه في البلد، لكن بس ما حالفه الحظ، يفتقد لدرهم الحظ. لكن تنظيميا وطبعا بتعجبني سياسه. محمد جعفر عنده سياسه جميله يتبعها في تدريب الناشئين. ايوه اذا وجد حظ حيكون له شأن كبير في التدريب ومستقبل كبير. صديقي وعزيزي محمد جعفر. قبل ما نختم الحلقة، في لاعب ناشئ حبيت أعقب عليه، بزغت تخوني الذاكرة إني أذكر اسمه، بيلعب في فريق السلام، مهاجم بيلبس الرقم 10 ود مميز هسه في المنتخب. ده برضه حيكون له شأن كبير إن شاء الله في خارطة كرة القدم في السودان. وفريق السلام ككل فريق منظم، فريق جذبني والله إنه وأجبرني إنه أنا أتكلم عنه. ايوه إدارة رشيدة، وشايف سياستهم وشايف تنظيمهم ويعجب. فريق يعجب بصراحة، وشغالين شغل جميل في الرابطة الشمالية. طبعا الرابطة الشمالية من الروابط المميزة، دوراتها ما شاء الله على بتناغم. وفقط قلت لك في بعض السلبيات إذا اتلافوها وقعدوا الناس يتوحدوا، الرابطة الشمالية ما بتتلحق. تنظيميا الأندية الآن في الرابطة الشمالية يمكن يكون أغلب الأندية تملك زي فيه اللوجو بتاع النادي والتنظيم على غرار السنبلة، السلام، ما تخوني الذاكرة، الغبس، السيول، كرري، الملك. يعني الأندية منظمة، وشايف البرنسي بدأ يصل الأندية في التنظيم. وربنا يوفق الجميع القائمين على أمر الكورة، وهي رسالة تحتاج إلى صبر، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله، وربنا يوفقكم. وشكرا لقناة قضارف سكور، شكرا للحبيب والأخ والصديق والزميل جني، شكرا لك أنت كمان محمد فيصل على الاستضافة، ونتمنى أن نكون ضيوف عندكم ونقدم صورة إن شاء الله تعجبكم. وشكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا يا كوتش. في نهاية الحلقة عندنا توقع نتيجة مباراة الغد، واربح معانا جائزة قيمة من صفحة القضارف سكور. نتيجة مباراة الغد مباراة برشلونة وشباب تونس تكون قوية ومن الطرفين، خاصة برشلونة يبحث عن التأهل، وشباب تونس يريد تأكيد الجدارة وانطلاقة بعد دخول فورمة الانتصارات. يعني المباراة حتكون قوية من الطرفين. أنا أتوقع الكرة حتنتهي بهدف واحد 1-0. شباب تونس قد يغلب الطاولة، وحتنتهي 1-0 لشباب تونس. كلام جميل. ده كان التوقع بتاع الكوتش حمزة. فاجينا الناس في التعليقات يتوقعوا نتيجة اللقاء ويربحوا معانا جوائز قيمة إن شاء الله. والسلام عليكم.